مرحبا للكل، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. واليوم بدنا نساوي مشروبنا الرمضاني. عندي 1.5 لتر من المي المغلية، وعندي هون قالب من التمر هندي بضيفه بقلب منه وبتركه. فيكي تتركيه قبل بليلة او فيكي تغليه على النار ودغري تشتغلي فيه، بس انا حاتركه قبل بليلة. وبضيف له كاسة من السكر حسب الرغبة، بجوز احتاج كاسة بجوز احتاج كاسة ونص. انا بضيف له كاسة من السكر. بعد ما ضفت له الكاسة من السكر انا بدوبه بتركه قبل بليلة، بيكون حل التمر هندي، وبعدين بصفيه وبحطه بأناني. وهلا هون عندي بعد التمر هندي ما نقعته، انا بس بصفي، ما بضيف له اي شيء لانه انا هذا التقليل اللي بدي اياه، اتركه لحتى يتصفى. وعندي هون مع ورد، بضيف معلقة من الماء ورد. هيك بيكون التمر هندي مشروبنا خلص معنا. مثل ما شايفين هذا اساسي عنا بالسفرة تبع رمضان. المشروب الثاني تبعي يلي ما بنستغني عنه برمضان، عندي مشمش مجفف. انا حضيفه بقلب مي سخنة، بنقعه قبل بليلة. مثل ما شايفين هون حطيته للمشمش، وبضيف عليه نص كاسة من السكر، كمان بحركهم مع بعضهم لحتى يدوب عندي السكر، وبتركن على جنب لتاني يوم لحتى حطه بقلب الخلاط واخلطهم، بيكون المشمش عندي طري تماما. هلا حاتركه ليلة كاملة. وهلا عصيرنا المشمش يلي نقعناه المنقوع، عندي هون 3 حبات من البردقانة مقشرتهم. وهلا حضيف منقوع المشمش مثل ما شايفين، وبخلطهم بالخلاط كلياتهم، بخلطهم بالخلاط. وهيك مشروباتنا الرمضانية بتكون خلصت معنا. ان شاء الله يا رب تعجبكم، ولا تنسونا من اللايك والشير